مرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاستر. اليوم غادي نحكيه على موضوع مهم بزاف وعميق، قصة ديال الهجرة والنجاح اللي عاشها واحد الشاب مغربي هاجر لإسبانيا وواجه بزاف ديال التحديات، ولكن قدر يبني حياة جديدة وناجحة في بلاد المهجر. القصة اللي غادي نشارك معاكم اليوم هي قصة سفيان، شاب مغربي من مدينة تطوان اللي قدر يحول حلم الهجرة إلى نجاح كبير في إسبانيا. البداية، الحلم بالهجرة. سفيان بحال بزاف ديال الشباب المغاربة كان كيعيش في حي شعبي في مدينة تطوان. الظروف المادية ديال العائلة ديالو كانت متوسطة، ما كانش عنده فرص كبيرة باش يعيش الرفاهية، ولكن كان عنده طموح كبير باش يحسن حياته وحياة العائلة ديالو. من الصغر كان كيسمع على الناس اللي هاجروا لأوروبا وخاصة إسبانيا وكيفاش حياتهم تبدلات. الحلم ديال الهجرة كان كيكبر معاه مع مرور الوقت. من بعد ما سال الدراسة الثانوية قرر سفيان أنه الوقت حان باش يجرب حظه ويبحث على فرص أحسن خارج المغرب، ولكن عارف أن الطريق للهجرة ما غاديش تكون سهلة، خصوصاً بالطرق القانونية. بدأ كي يقلب على الطرق المتاحة، ومن بعد مشاورات كثيرة قرر أنه يأخذ الطريق الصعيب ويدير هجرة غير قانونية بحال الآلاف من الشباب اللي كيحلموا بفرصة جديدة في إسبانيا. الرحلة الخطيرة، الرحلة اللي قرر يديرها سفيان ما كانتش سهلة، كانت مملوءة بالمخاطر، ولكن الإصرار ديالو على تغيير حياته خلاه ياخذ القرار. جمع شوية الفلوس واتفق مع واحد المهرب باش يعاونوا على الوصول للضفة الأخرى. الرحلة بدأت من الشمال ديال المغرب، وكانوا غاديين يستعملوا القوارب الصغيرة الحراكة باش يعبر البحر الأبيض المتوسط. فديك الليلة اللي مشاو فيها سفيان كان مليان بالخوف، ما عرفش شنو غادي يوقع، ولكن كان عارف بلي ما عنده خيار آخر. البحر كان هائج والقارب كان صغير بزاف، ولكن لحسن الحظ وصلوا سالمين للشواطئ ديال إسبانيا بعد ساعات طويلة من الرعب. هذه كانت البداية ديالو في بلاد المهجر، البدايات الصعبة. فإسبانيا منين وصل سفيان لإسبانيا لقى راسه في واحد العالم الجديد مختلف كلياً على اللي كان كيعرف. اللغة كانت عائق كبير، ما كانش كيهضر الإسبانية مزيان وكيتواصل غير بشوية ديال الفرنسية والإنجليزية اللي تعلمها في المغرب. بدأ كيقلب على خدمة، ولكن لأن وضعيته ما كانتش قانونية كان كيعاني بزاف باش يلقى شي حاجة. فالبداية خدم سفيان في الفلاحة في جنوب إسبانيا، كان كيخدم ساعات طويلة في حقول الطماطم والخضروات الأخرى مع مغاربة ومهاجرين آخرين من إفريقيا. الخدمة كانت شاقة، ولكن كان عارف بلي خاصه يصبر ويخدم باش يجمع الفلوس ويكون مستقبل ديالو. ورغم كل الصعوبات ما كانش سفيان كيغي يتخلى على الحلم ديالو. التعلم والتطور، سفيان ما بقى في هذا الوضع بزاف، قرر إنه خاصه يتعلم اللغة الإسبانية مزيان باش يزيد من فرصه في خدمة أفضل. بدأ يتعلم اللغة بالليل بعد الخدمة، وكان كيدير مجهود كبير باش يتقنها. شوية بشوية بدأ يتحسن في الإسبانية وكيحاول يتواصل مع الناس، وهذا الشيء فتح ليه فرص جديدة. بعد سنتين من العمل الشاق قدر سفيان يصحح وضعيته القانونية في إسبانيا بفضل برامج الحكومة الإسبانية اللي كانت كتعطي المهاجرين فرصة لتسوية وضعهم. هذه الخطوة كانت مهمة بزاف، حيث ولي عنده الحق يخدم بصفة قانونية ويدير مشاريع صغيرة. الانطلاقة نحو النجاح من بعد تسوية الوضعية القانونية ديالو، بدأ سفيان كيقلب على فرص جديدة. كان دايماً كي يهتم بالتجارة، وقرر يجرب حظه في ميدان جديد، تجارة الملابس المستعملة. بدأ يجمع رأس المال الصغير اللي عنده باش يشتري الملابس المستعملة من الأسواق الإسبانية ويبيعها في الأحياء الشعبية. الخدمة كانت بسيطة في الأول، ولكن سفيان كان كيعرف كيفاش يدير التسويق ديالو ويقنع الناس يشريوا. شوية بشوية كبرت التجارة ديالو، ولا عنده محل صغير في واحد الحي في مدينة مدريد. كان كيتعامل مع الزبناء المغاربة والإسبان،
والسمعة دياله بدأت تكبر بفضل الخدمة الجيدة اللي كان يقدمها. فالسنوات قليلة قدر يوسع المشروع دياله وفتح محلات أخرى في مدن إسبانية أخرى. الدروس المستفادة من التجربة: قصة سفيان هي درس في الصبر والإصرار والإيمان بالحلم. كيفاش واحد الشاب اللي بدأ من الهجرة غير القانونية قدر يوصل لواحد المستوى ديال النجاح بفضل العمل الجاد والتعلم المستمر. من بين الدروس اللي كيشاركها سفيان اليوم مع الشباب المغاربة هي: 1. الإيمان بالنفس. حتى في الأوقات الصعبة خاص الإنسان يؤمن بالقدرات دياله وبالقدرة دياله على النجاح. التعلم المستمر. اللغة والثقافة كانوا تحديات كبيرة، ولكن بالتعلم والاجتهاد قدر يتجاوزهم. 3. الصبر والعمل الجاد. ما كينش طريق سهل للنجاح، الطريق يكون مملوء بالصعوبات، ولكن بالصبر والعمل كل شيء ممكن يتحقق. الخاتمة اليوم: سفيان ولي واحد من الشباب المغاربة الناجحين في إسبانيا، وكي يقدم المساعدة للشباب اللي كيجيبوا عنده يستشروه فكيفية البدء في حياتهم الجديدة. قصته كتورينا إن النجاح ما كيعتمدش على كيفاش بدينا، ولكن على الإرادة ديالنا فين بغينا نوصله. كانت هذه قصة سفيان اللي نجح في الهجرة دياله وحقق واحد النجاح اللي ما كانش كيتخيله. نتمنى تكون هذه القصة ألهمتكم وعطاتكم الأمل باش تخدموا على أحلامكم سواء داخل المغرب أو خارجه. شكرا لكم على الاستماع لحلقة اليوم من بودكاست بودكاستر. ما تنساوش تخليوا تعليقكم وآرائكم وتشاركوا الحلقة مع الأصدقاء. حتى لحلقة جديدة، خلوا الطموح ديالكم ديما حي.